أبناء الجزائر وبعض الشباب، وجزى الله سبحانه وتعالى يعني هذه الجهات الأمنية المهتمة بهذا الأمر، مثل ما تهتم بالشيعة. وراكم شفتوا هذاك الصعلوك اللي فعل فعلا يرضي به الشيعة ما قدروش يتكلموا في السنة، يتكلم اللكع، يا ليته كان لكع ابن لكع، والله حتى هذيك ما يوصلهاش، رويبضة من الرويبضات. هيا كم جا لكع يا حسرة، وين راك درجة. المهم أقول يقولوا والله أنت راك سببت أهل السنة وزعزعت العقيدة السلفية في نظر الشباب، مع وجود القنوات، مع وجود هذه الغارات وهذه الحملات. تارة يسلك من الشيعة، ويزيد يسلك من القاديانية، ويزيد يسلك من الحزبية، ويزيد يسلك من البدع والشرك والزرادي والهرادي وكلش. على الأقل ما تخليش برك يطمئن الحاجة، يسموها منهج أهل السنة والجماعة. خاطر كي يدخل كاش قلب واحد ما يخرجش بإذن الله، كي يدخل العقل تاع واحد ما يدخلش. ماذا بيك نديروك حجرة عطرة، ولا نديروك سدا منيعا، ولا حاجزا وحائلا باش، وهكذا يجندهم هؤلاء لخدمة أغراضهم ولو على سبيل أعراضهم. ما هي أعراضهم وما هي أغراضهم؟ وإلى الله المشتكى وهو المستعان. حتى ما نخرجوش الموضوع على هذا، إنما على سبيل المثال واقتضاه المقال فقط. أقول يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ والحمد لله رب العالمين، يعني ما ترك شيء، كما قلت لكم قبل قليل، ما ترك شيء قرب الناس للجنة إلا وبينه له وأمرهم به وحثهم عليه وحضهم عليه وهكذا، وما ترك شيء يبعدهم عن الجنة ويقربهم من النار، أو يدخلهم ويوردهم ويلقي بهم ويطرحهم في النار إلا ويحذرهم منه وينهاهم عنه ويرهبهم كذا فيه. احذروا، اجتنبوا، بصياغ النكير وبعبارات التحذير وغير ذلك مما يقتضي النهي ويستلزم التحريم. سبحان الله. حتى قال أحد اليهود اللي تلقى في بعض الأحيان بعض اليهود يصدقونك فيما يكذب عليه بعض المنتسبين للمسلمين، أو بعض الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين. هذا الرجل قال إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء، كما في حديث سلمان، كما في صحيح مسلم مثلا، علمكم كل شيء حتى القراءة. يعني معشر المسلمين، الحمد لله يا شباب المسلمين، انتم راكم نايضين في وحدة المجتمع، في وحدة الوسط، في وحدة البلاد، يعني ما شاء الله راح تنوضوا يعني نهضة وتنشئوا نشأة وتتعلموا وحدة التعليم صحيح مليح. ما روش في قلب رجل يخرجه متى شاء ويعبر بما شاء وكيف ما شاء، لا والله. هذا مصدره الكتاب والسنة، مصدر التلقي الكتاب والسنة. الشيعة وش مصدرهم؟ أئمتهم، يؤمنون بعصمة أئمتهم، وأئمتهم هم الذين يشرعون لهم افعل كذا ولا تفعل كذا وكذا. أنتم تعرفوا الصوفية في الرؤى والمنامات والكشوف، وتعرفوا الطريقة. المعتزلة العقل المجرد، العقل يعني التحسين والتقبيح، ومصدر تلقيهم والحكم والتعليل وكل شيء العقل. ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. أهل السنة اللي يحسدها الطوائف كلها، والسلف الصالح الذين يعاديهم. راكم شفتوا اليوم اللي فاتوا جروزني في داروا ناس دراويش حابين يشوشوا المهمية هم تشويش، أما باش يعني يأثروا ما يأثروش، لكن يقدر يغروا، قادر يضروا، قادر يهفوا إلى غير ذلك. فداروا واحد المؤتمر تاع شطيح ورديح. راكم شفتوا كيش وراهم، والله تشفق عليهم، استغفر الله. لما شفت كأنني قلت قاطع من حمير يجي، والله استغفر الله. وين يوصلوا الإنسان بهذه العقليات؟ المهم وشنو يكرهوا لهم أهل السنة. علاش؟ لأنه بأهل السنة يعرفوا السنة، لأنه بمنهج السلف يعرف السنة. علاش الناس تحار في منهج السلف؟ بمنهج السلف، بغير منهج السلف لا يصلح الخلف. الخلف وهم الشباب الآن
يصلحون بالعودة إلى ما كان عليه سلفهم ومعرفة ما كان عليه سلفهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كحديث أبي واقد الليثي لما ذكرت الفتن يعني التي تحصل للناس وتقع للناس وتتظافر وتتظاهر وتتكاثر، لما سألوه وكذلك جاء من رواية معاذ مثلا إلى غير ذلك مش هو السبيل، مش ما هو سبيل النجاة وطريق الخلاص؟ قال أن ترجعوا إلى أمركم الأول. مالك بن أنس، الإمام مالك لما قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولهذا أهل البدع لا يفرحهم ولا يسرهم أن تحيي هذا المنهج، منهج الإسناد. وزيد من الفضيحة الكبرى لما قال بأن عقائد السلفيين مستمدة ومستندة إلى التلمود وعقائد اليهود. ما كانش أمة يا إخواني في العالم في الدنيا كلها بانية نقولها ورواياتها وآثارها وأخبارها على أسانيد، والتدقيق في الأسانيد والتحقيق في الأسانيد والتوثيق في الأسانيد، يعني التوثيق والتحقيق والتدقيق في النظر مثل أهل السنة والجماعة. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نحن حتى نتأكد بأن هذا الكلام ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الظن باللي هكذا بركي ما ظن هذا المهرج مسكين، لا والله يذكروا يا أخي لك حتى في الحديث لكي يكون الحديث صحيح وش الشرط فيه؟ 5 شروط: اتصال السند، أن يكون عنده سند ليس مجرد سند، اتصال السند. باش يتصل هذا السند بالعدول، مش الكذابين، الثقات، مش المجاهيل والضعفاء والمناكير وكل شيء. نعم تتعلق بالراوي. الرواية هذيك الرواية المنقولة لابد يكون ضابطها، كل ما يخف الضبط تنزل قيمتها ودرجتها إلى إيش؟ عدم الاعتبار. يا ناس لما كما قالوا من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. إذا كانت قالت العلماء تكلموا في غير فنهم، فكيف بالجهلاء إذا تكلموا فيما لا يحسنون قراءته وكتابته، فضلا عن تفسيره واستنباطه واستعماله والاستشهاد به أو نحو ذلك. ودع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالميداد. ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. لذلك يا إخوان قلت هذه الرواية، ثم بعد ذلك لا بد أن تنتفي، تتوفر هذه الشروط وتنتفي موانع الاعتبار، موانع القبول، موانع الصحة، أن ينتفي الشذوذ. ما شاء الله ما ينفردش راوي ولو كان ثقة مخالفا في ذلك ثقات كثيرين مثلا أو من هو أوثق منه وهذا. وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ والمقلوب قسمان تلا، ولا لا يا إخوان؟ وانتفاء النكارة. يا حبيبي راك وقعت على الخبير وسقطت على الخبير أيها الساقط، وما لك باللاقط، كلهم يعرفونك، لا تجد أحدا يلتقط لأنه نزقعت كرهك مش مليح. لهذا لما نقول الشباب أمانة في عناقنا، سامحوني لما جاب الحديث لأنه يلاقي الشباب نهتم بهم فكريا وخلقيا وسلوكيا وتربويا وتعليميا وكل شيء. يا أخي هكذا ولا لا؟ ماذا بينا نحميهم كل شيء يضرهم، لأنه قادر فكرة تخسر لك أفكار، قادر عقلية تفربش لك عقليتك ولا لا إلى غير ذلك. فنقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بلغ والحمد لله، وروى عنه أصحابه إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. رابي يا جماعة سامحوني لما نقول لكم أصول السنة للإمام أحمد، ولا أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي ولا لغيرهم، يذكرون حتى هذه النقول يذكرون أسانيدها، شكون اللي رواه سندا عن سند، راو عن آخر، إلى كما قال الإمام الشافعي والعلم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين
والعلم ما كان فيه قال حدثنا. كي نقول حدثنا شكون هذاك؟ دير عليه ترجمة وش يكون يا هكذاك، وبعدين لقيته أهل تأخذ منه كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، واللي يلقوه من أهل السنة يأخذوا عنه ويرووا عنه، واللي يلقوه من غير ذلك لا يأخذون عنه ويردون عليه حديثا ولا يلتفتون له، بل يحذرون منه وينكرونه ويجعلونه في طبقات المتروكين. طبقات المتروكين هذو ضعفاء احذروهم، كما فعل ذلك وصنف في ذلك أئمة في كتب الجرح والتعديل. هكذا إذن، وهذا بيني وبينكم قبل 15 سنة أكثر هذا الرجل اللي ما نذكرش اسمه لأنه ما نشوش عليكم، أذكر مرة رايح المعرض هذه وأنا ما أعرفش عمري ما جمعني به، وإلى يومنا هذا ما جمعني به مجلس ماشي قبل 15 سنة ولا المعرض الكتاب، السيخونة ماشي صار عرفني، قال له هذا من جماعة الجرح والتعديل، قالوا الجرح شفناه والتعديل ما كاش، أنا ما سمعتوش، واحد الشباب سمعوه قالوا حبس وهرب، قالوا استنى هاوليك هضر معه، هرب راح، قالوا لك واش تعدل فيكم هذا جماعة المجروحين، واش تعدل فيه؟ الكذب، الجهل، مش وريني حاجة مليحة تعدلها فيك، ثم لا احكم على نفسه، ثم انا والله ما تكلمت فيه وما نعرفوش اصلا، هذاك الوقت كان نكرة ومنكرا، اليوم ولو اصبح معروفا ولكنه منكر، في اسمه معروف شمس الدين ولكن في افعاله اقواله منكر عياذا بالله. باش ما نضيع لكمش وقتكم بهذا سامحوني، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وشنو وقع فيه، نخشى الناس يوقعوا في هذا الشر عياذا بالله. هكذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول إذن باختصار الوقت شوية وسامحوني، إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يهتم، ولذلك يهتم بالأمة كلها، ولذلك كما قلنا راكم شفتوا التوجيهات حتى في الخطاب. هذاك الرجل اللي كما قلت لكم لما خطبوا قال من يطيع الله، حديث عدي بن حاتم الطائي قال من الحديث قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية بئس الخطيب أنت. وصح، انظروا الخطاب تاع المسلمين خطاب صحيح وفصيح وصريح وواضح وبين والحمد لله. ولهذا كما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة ولا لا، أو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هؤلاء يحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.